طيب دلوقتي تعالى بقى نشوف قصة سكتش دي بتتكلم في ايه. طب انا دلوقتي عايز ارسم فلنفترض انا عايز ارسم مكعب سوليد. مكعب يعني ايه؟ مكعب مصمت مفيهوش فراغات. المكعب عبارة عن 6 اوجه، او بمعنى اصح لو انت هترسمه في الثلاثي الابعاد فانت هترسم وجه من اوجه المربع وتمده في اتجاه معين فهيطلع لك مكعب. طيب انا عشان ابتدي ارسم رسم زي الرسم اللي بيحصل، طبعا انت ما ينفعش ترسم على ايزومتريك او ما ينفعش ترسم على جسم منحني، وبالتالي فانت هتختار بلين من البلينز دي موجودة هتخليها نورمال على شاشة الكمبيوتر او نورمال على الصفحة وتبتدي ترسم. تعال نجرب. هتدوس على الفرونت ده مثلا وتقوم دايس نورمال 2. تمام بقى نورمال، فتبتدي ترسم. انا عايز ارسم فهدوس سكتش، فتح معايا السكتش. هتلاقي هنا في سكتش 2. هو المفروض بيجيب سكتش واحد على طول بس انا كنت راسم في الصفحة دي قبل كده، فادي سكتش 2 ظهرت في التري بتاعة الخطوات بتاعتك اللي انت بتعملها في الايه، في الشغل. طيب انا دلوقتي عايز ارسم مربع. انا ما عنديش هنا مربع بس عندي مستطيل. المستطيل ده لما بتيجي تدوس على السهم ده هيطلع عندك انواع كتير من المستطيلات. في الكورنر ريكتانجل، والكورنر ده اللي هو بيبقى بترسم من الكورنر. في السنتر بترسم من السنتر، وبقية الحاجات في الباراليلوجرام اللي هو متوازي الاضلاع. فانت انا هختار سنتر ريكتانجل، ويحبذ طبعا ان انت تبتدي تشتغل من السنتر بتاعة البلين. ليه؟ عشان يبقى كل حاجة بيبقى ليها ريفرنس معين. فانت هتدوس دوسة واحدة خلاص هو فتح معاك، تبتدي بقى تطلع يمين شمال. احنا عايزين نرسم مربع فهنجيبه على شكل المربع كده. تمام. بس عندك الدايمنشن ده مش زي الدايمنشن ده، كان الاكس والواي ظاهرين عندك. طيب انا عشان احط لهم دايمنشن هعمل ايه؟ هدوس سمارت دايمنشن، ومن سمارت دايمنشن هقوم دايس عليها وواخد خط واحط الدايمنشن بتاعي. فلنفترض ان انا هحط ده 100. تمام. بدوس اوكي او بدوس علامة الصح اللي كانت بتظهر فوق دي. جميل جدا. وهدوس هنا اوكي. طيب هتلاقي الخط ده اسود. الخط ده اسود معناه ان هو بعده عن السنتر ثابت خلاص، مش هيتحرك تاني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ليه ولا يمين ولا شمال؟ لان السنتر بتاع المربع موجود على السنتر بتاع البلين. هتلاقي العلامة دي اسمها كونستنت ظهرت عندك اهي. البوينت 1 واللاين 5، وهكذا برضو اللاين ده. هما الاتنين دول الأقطار بتاعة المربع عاملين تقاطع في نقطة السنتر بتاعة المربع. الاتنين موجودين على السنتر. الحاجات دي مهمة جدا في المشاريع، في الحاجات الكبيرة اللي احنا هنعملها لازم تكون فاهم كويس العلامات دي عبارة عن ايه، لأن هي بتتسبب لحاجات كتير مشاكل. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل دايمنشن لللاين ده. المفروض هعمله ازاي؟ هعمله بنفس الطريقة. هخش سمارت دايمنشن وهعمله. هو بيقول لي هنا 105، انا هاخده واحط 100 واكتب وادوس انتر. طيب انا دلوقتي عملت الدايمنشن ده. هل انا ممكن هتلاقي كله اسود طبعا. هو كده بيقول لك تحت ان هو فولي ديفايند يعني خلاص هو مش، لو حطيت دايمنشن تاني هيبقى اوفر ديفايند، وانا مش عايزه اوفر ديفايند، انا عايزه فولي ديفايند عشان اقدر اشتغل بقى في اكسترود وفيوتشرز والحاجات اللي انا اقدر امده منها يعني. طيب انا ده الحل الوحيد ان انا اقدر اعمله احط له دايمنشن تاني وخلاص؟ لا، في حل احسن. انا ممكن امسح الدايمنشن ده. طبعا دوست عليه ودوست ديليت. هتلاقي بقى حل احسن واوفر. بدل ما تعمل دايمنشنز كتير هتدوس كنترول وتدوس على الخط ده وتدوس على الخط ده. ظهروا لك هنا في selected entities الحاجات اللي هي الحاجات اللي انت مختارها، لاين 1 ولاين 2. وبالتالي هتلاقي في ريليشن تحت. انا عايز اعمل بينهم علاقة علاقة اضلاع المربع ببعضها ايه؟ ان هما كلهم متساويين. فبالتالي انا هقوم دايس equal كده، انا سويتهم ببعض. لو جيت عملت دايمنشن هتلاقي حتى كله ثبت. لو جيت عملت دايمنشن هيطلع 100. طب انا هجرب احط، هيقول لي لا كده الميك دايمنشن دريفن. ليه؟ لان هو خلاص كل حاجه بقت ديفايند، وهيبقى اوفر ديفايند لو انت حطيت دايمنشن تاني. فانا لو دوست اوكي هيبقى دريفن ملوش لازمه. فانا هخش عليه وامسحه عادي. وكده انت رسمت المربع بتاعك. هتدوس كده
اوكي خلاص، انت كده رسمت المربع بتاعك، انت كده خرجت من السكتش. عايز تخشه تاني بتدوس هنا دبل كليك عادي عشان تدخله تاني، او تدوس هنا edit sketch. كده انت دخلت الايه السكتش تاني. طيب ده بالنسبة للمربع. طب انا لو عايز ارسم، انا عملت سيلكت لكله، عايز ارسم سيركل. ارسم السيركل كده بسيطة خلاص، وهو بيقول لي الار بتاعتها كذا اللي هو الراديوس اللي هو نص القطر. عايز اديلها دايمنشن، ممكن اديلها دايمنشن، هاخد من هنا لهنا واعمل دايمنشن، او اعمل كده دايمنشن كده القطر اهو، عمل دايمنشن. ده الفاي، ده اللي هو القطر كله. تمام، ده اللي هو القطر كله. ممكن تطلع بره كده عادي لو انت عايز تخليها من بره، وممكن تخلي البتاع برضو من جوه على حسب انت عايز ايه. 150 كويس، وتدوس اوكي. كده عملت الدايرة. شايف العلامة دي معناه ان السنتر بتاع الدايرة هو نفس السنتر بتاع البلين يعني. طيب دلوقتي انا رسمت الدايرة. كذلك برضو في عندي هنا الدايرة دي في السيركل وفي البريمتر سيركل. دول متحددة بثلاث نقط، دي متحددة بنقطتين بس. طيب في عندك برضو النص دايرة او الارك، في السنتر بوينت ارك وبرضو بيتحدد بتلاتة، وفي التانجنت ارك، وفي 3 بوينت ارك. البوليجون، في السبلين، وفي الاليبس. الاليبس ده مهم جدا وحاجة حلوة جدا. في الستريت سلوت، ده بيساعدنا في اننا نرسم مستطيل باتنين دواير اهو. اهو لو جيت عملت كده وتطلع دايرة ودايرة متقسمين، يعني نص دايرة ونص دايرة وفي بينهم مستطيل. ده كده انت عملت السلوت. وده بيحتاج منك dimensions. هتعمل dimension لده، ده هنقول مثلا 60. وده وهتعمل dimension للي فوق ده، هتقول ان ده 30 مثلا. وبعد كده هتعمل الارك ده 15. هو قالك دريفن يعني كده خلاص. دي بقى انت دي ليه دي زرقاء؟ لان انت تقدر تتحرك يمين وشمال. عشان تتحرك لازم تخرج مرة الدايمنشن الاول، وتبتدي ان انت ايه تتحرك. كده بيتحرك اهو. تمام، بس ده كل السكتش اللي انت هتبقى محتاجه. مش كل السكتش اقصد، يعني ده اللي انت هتحتاجه في السكتش. انت مجرد بتدوس دوسة وبتشوف انت عايز تعمل ايه، وتدي دايمنشن. المرة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم، عشان وقت الفيديو، هنتكلم عن ازاي انك تعمل بص هنا هو بيقول لي سيف البتاع، عشان سيف الفايل عشان ما يت ايه ما ت ما يكلاش البرنامج وانت ما عملتش سيف. هو بيفكرك يعني، هو راجل محترم. المرة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تعمل فيوتشر واكسترود وكات. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو في اي حاجة كلمني في الكومنتات.